بسم الله الرحمن الرحيم. السبت الموافق 11 من شهر نوفمبر 2023. عرف أهل السودان بالطيبة، وعرفوا بالكرم، وعرفوا بالاحتفاء واستقبال الضيف بأفضل ما يكون. وتقريبا كل أسرة في السودان خصصت ما يعرف بالديوان، وهو مضيفة تكون كبيرة جدا، يستقبل فيها الغاشي ويستقبل فيها الماشي، ومفتوحة للضيوف كافة، إن كانوا معروفين لدى صاحب الدار أو غير معروفين. وقد يمكث الضيف في هذا الديوان مدة يوم أو مدة 3 أيام، أو قد يمكث إلى مدة أطول دون أن يسأل أو دون أن يطلب منه أن يغادر هذا المكان. وهذه طيبة وهذا كرم قلما تجده في بلاد كثيرة من حولنا. في ظل هذه الظروف غادرت جموع كبيرة جدا من سكان ولاية الخرطوم إلى ولايات أخرى بعيدة حتى يكونوا في مكان آمن. من هؤلاء من ذهب إلى أفراد أسرته الممتدة، ومنهم من ذهب إلى أصدقائه أو أصحابه أو معارفه، ومنهم من ذهب إلى مدن كبيرة حتى يجد بيت يستأجر أو فندق يقعد فيه. لكن في بعض الناس ذهبوا إلى تلك المدن وبكل أسف ما كان عندهم أصحاب أو معارف أو أقارب، وما عندهم قروش حتى يستأجروا بيت ليكونوا فيه، فاتخذوا من الأماكن العامة مقار مؤقتة وسكن لهم. من تلك المدن كانت مدينة القضارف، استقبلت أعداد كبيرة من الناس. من الذين استقبلتهم كان في بعض الناس استقروا في المدارس، والمدارس دي أماكن عامة ومدارس حكومية، ظلوا موجودين فيها. الأسرة طبعا فيها أطفال، فيها ناس كبار وما إلى ذلك. وبعض أفراد المدينة يعني يأتوهم بالأطعمة ويأتوهم بالعون وما إلى ذلك من تفاصيل يمكن كثير من الناس تابعتها. في خلال ال3 أيام الماضية طلب من هؤلاء الناس أن يخرجوا وأن يخلوا هذه المدارس. من الذي طلب ذلك؟ والي ولاية القضارف طلب من هؤلاء الناس أن يخلوا هذه المدارس بحجة أن الدراسة سوف تستأنف، وبالتالي لابد من إخلاء هذه المدارس. لكن لا حيلة لهؤلاء، لا عندهم قروش، لا عندهم مكان للإيواء، ولا عندهم مكان أن يذهبوا له، فأبوا أن يخرجوا من هذه المدارس. فما كان من الوالي إلا أن يأمر قوات الشرطة لتأتي لتجبر هؤلاء الناس ليخرجوا من المدارس. استخدمت قوات الشرطة كافة الوسائل وكافة أنواع العنف ليخرجوا هؤلاء الناس من هذه المدارس حتى تخلو وتستأنف الدراسة. لكن وبكل أسف ومن مصادرنا من داخل مكتب الوالي وجدنا أن الأمر غير ذلك. الوالي يريد إخراج هؤلاء الناس من هذه المدارس حتى يحول هذه المدارس إلى معسكرات لقوات الجيش ولمعسكرات لتدريب المستنفرين. هذا هو صلب الموضوع. فالوالي يريد إخراج هؤلاء الناس المساكين، لو وفر لهم طعام، لو وفر لهم مكان بتاع إيواء، ولا عمل لهم أي شيء، يريد أن يخرجهم من هذه المدارس. وكذبا قال أنه يريد أن يستأنف الدراسة، لكن يريد أن يحول هذه المدارس إلى أماكن لتدريب المستنفرين. هذا الوالي معروف عنه أنه آوى أحمد هارون وعلي كرتي وغيرهما من أنصار النظام السابق. إذن ما العمل مع هذا الوالي؟ من هنا أنا أناشد كل أبناء ولاية القضارف، كل سكان وكل أهالي ولاية القضارف، أن يخرجوا على هذا الوالي وأن ينزلوه من هذا الكرسي الذي لا يستحقه، وأن يأتوا برجل آخر يقعد في هذا المقعد يكون فيه صفات الكرم
والحفاوة ويشبه أهل السودان، حتى يكرم هؤلاء النازحين في مدينة القضارف، هذه المدينة المضيافة التي عرفت منذ زمن بعيد. هذه مناشدة أتمنى أن تجد طريقها إلى أبناء ولاية القضارف، وحتى يخرجوا لينزلوا هذا الوالي من هذا المكان الذي لا يستحق. أسأل الله سبحانه وتعالى لبلادنا الأمن والأمان والاستقرار. اقعدوا عافية.